هاي بنات، كيفكن؟ فيديو لليوم الجزء الثاني من الاغراض اللي حبيتها واشياء ما حبيتها. واكتر الاغراض حبيتهم اكتريتهم، قليل الاشياء اللي ما حبيتها. بس قبل ما نبلش بالفيديو، تتذكروا هيديك المره قلت لكم عن مسكرة الدالي الاورانج. هي بتجنن، بحبها كتير عن جد، ورخيصة كمان. خلينا هلا نفوت بالفيديو هيدا. بدي بلش انا بالفونديشنات. في عندي هيدا من بيبي كريم 9 in 1. في 9 اشياء منيحة فيه، بس بواحد كتير حبيته. سعره شوي فيه يعني مش اوفر، بس انه ك 9 in 1 ك 9 in 1 كتير 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 منيح. فيه اشياء صحية للبشرة، ما بتأذي البشرة. فيك تحطيه كيومي، منه فل كفرج، بس انه منيح. عرفتي كيف؟ فيك تحطيه كبيبي كريم كيومي، انه بروتكشن للبشرة، كونسيلر، فونديشن، او حتى بروتكشن يعني انه واقي شمس. وهون كاتبين كل الفوايد تاعيته. في فوايد كتير، فيه فيتامين، قصص كتير بتفيد البشرة، ما بتأذيها، وعن جد ما بيأذي البشرة. هذا تقريبا مثله من افون. بيبي كمان بيبي كريم تقريبا نفس هيدا، بس هذا اللي هو فيه الوظائف تاعته انه كريم مصحح لعيوب البشرة، وكمان بيحمي من الشمس. فكتير كتير كمان هيدا منيح، حبيته. يعني اذا بدي قارن انه بدك تجيبي هيدا ولا هيدا، كرمال السعر هيدا ارخص من هيدا. عرفتي كيف؟ بس انه اثنيناتهم منيح. في كمان عندي هذا بيبي كريم. انا اكتر شي الصراحة بستعمل بيبي كريم كيومي. بس اللي ما عنده كتير حبوب يستعملون، اللي عندهم وسط كمان يستعملون، لانه هدول كمان بيغطوا، بس ما بيعملوا انه بيغطوا كل الحبوب. بس عشان ما تأذي بشرتك استعملي البيبي كريم، لانه كتير منيح. كريم اساس ثابت، ما فيه شي، هو بيبي كريم فونديشن. بستعمله هذا امرار بالسهرات. وكمان فيه هيدي الوظائف الثلاثة. فانا كتير حبيته الصراحة. هيدا ما بستغني عنه، دايما بجيب منه، كل ما يخلص بجيب منه، لانه في استعمله باليوم بالسهرات مع باودر بيمشي الحال. بس اللي عنده حبوب مبزرة يعني طالعة، في شغلة عنده اللي ما حبيته، انه ما بيثبت كل اليوم، لازم يرجع يبين عيوب البشرة اللي هي الحبوب مثلا او المسامات المفتوحة. ما بتسكروا، بس بتسكروا من اول مرة، بعدين ببلش خلص تشرب البشرة. ما كتير بغطي بخلال اليوم. او هيدول كرمال هدول ما بيغطوا كتير. كمان نفس الشيء، انه باليوم بيرجع يبين عيوب البشرة، ما بيغطيهم. فعشان هيك انا بقول هذا يومي مش سهرة. بس هذا امرار بستعمله للسهرة انا اذا ما كنت كتير تعبانة. طبعا ايفرستار هذا من غارنير بيبي كريم، كمان مثل هيدا تقريبا. اذا بدي قارن بين هيدا وبين هيدا، اثنيناتهم مثل بعض، مش فارقة هيدا ولا هيدا. معلش اذا طلع هيك صوت بالغلط، فانا عم صور على البرندة، فاكيد يطلع اصوات. فهيدا او هيدا نفس الشي. بس في شغلة، انه ماركة غارنير معروفة
يمكن هذا ايفرستار يمكن مش معروف، مش سامعة فيه قبل هالمرة، بس نفس الوظايف. اوكي نفس السعر.